السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل الميني تارت، حاجة كده تحفة وسهلة واقتصادية جدا. معايا هنا بيضة، هنحط عليها معلقة فانيليا صغيرة و4 معالق سكر كبار، وهنضربهم كويس كده بالمضرب لحد ما نخلي السكر يختفي. بس بعد كده معايا نص كوباية زيت هنزل بيها وهضربها كويس ونعمل خليط لحد ما لونه يفتح. هنا بقى انا معايا كوباية ونص دقيق هنزل بيها بالتدريج كده، وبعد كده هقلب بمعلقة ألم بيها العجين. على فكرة الميني تارت بيتعامل معاملة البسكوت، ما بيتعجنش، يعني بيتلم بس كده بالإيد. هنا كده أنا بصوا هلم كده العجين، وبعد كده هلمه بإيدي. أنا زودت الدقيق بالتدريج عشان خاطر الدقيق بيختلف كل نوع عن التاني، ممكن دقيق يشرب السوائل وممكن دقيق ما يشربش، فلازم ناخد بالنا من النقطة دي كويس أوي. أنا هنا بلم الدقيق بإيدي، بس أهم حاجة ما نعجنش فيه كتير عشان هو ما بيتعجنش. بصوا بقى كده تلاقوا العجينة معاكم طرية كده وناعمة وبتتقطع. أنا حسيته محتاج حبة دقيق تاني، كملت. أنا كده هضفت بالظبط اللي هي الكوباية ونص دقيق. خلاص كده أنا خلصت. وبصوا بقى كده العجينة عاملة ازاي، هي كده العجينة ناجحة 100%. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير، واشترك في قناتي مطبخ شامة حلو وحادق، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. وما تنسونيش بتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني وبتدعمني. هنا انا كده بقى حطيت كيس وفردت عليه العجينة بالمردانة بتاعتي، واي بقى حاجة عندك هتشكلي بيها. بس انا طبعا ما عنديش القوالب بتاعه الميني تارت، فهستعمل قوالب الكب كيك والورق بتاع الكب كيك، بس هحطه كده من بره على ظهر الكوبايات، وهقلب عليها بالشكل ده. بصوا كده بقى بالطريقه دي هيطلع معاكي اي شكل. لو ما عندكيش اشكال او قطعات هتعمليها عادي بكوبايه، هتقطعيها بكوبايه عادي، وبرده تعمليها بالطريقه دي. هتعمليها بقى على ظهر كوبايه لو ما عندكيش قوالب ولا حاجه، هتعمليها على ظهر الكوبايه وهتطلع معاكي ناجحه وجميله جدا. هخلص كل الكميه واحطها في الفرن على درجه حراره 180، وبعد كده هي بتقعد من حوالي 12 دقيقه ل 15 دقيقه، ما بتاخدش وقت اكبر من كده. وبعد كده بقى نحضر الكريمه بتاعتنا، كريمه سهله وبسيطه واقتصاديه. بصوا هنا كده طلعت من الفرن، بصوا شكلها جميل ازاي، شكلها تحفه ورائع والطعم خرافه. هنا كده انا خلصت. بعد كده هحضر بقى الكريمه. هستخدم في الكريمه اللبن البودر بدل اللبن العادي، وهحط معاه ميه ساقعه عادي من التلاجة. معايا 4 معالق لبن بودر، و4 معالق كريم باستري، و3 معالق كريمه لباني، و4 معالق كريم شانتيه، ومعلقتين ونص سكر، وكوبايه ميه متلجه. بس كده. وهنضرب بقى الكريمه لحد ما توصل معايا للقوام اللي انا عايزه اشكل بيه، اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ان شاء الله. هضرب الكريمه هنا لمده 7 دقايق، علشان لو اتضربت حبه قليلين او طلع القوام اللي انت عايزاه برضو في دقايق قليله بتبقى طعمها مختلف. لما بتضرب يعني وقت اكبر بتبقى طعمها احلى. هنا طبعا انا مش هستخدم كل الكريمه، هستخدم جزء بسيط منها، والباقي عادي بشيله في الفريزر. يعني بصوا هي اقتصاديه جدا، ما استخدمتش كل الكريمه اللي احنا حطيناها، مع اننا مستخدمين معالق صغيره جدا. بصوا كده بقى انا بشكل الميني تارت بالشكل ده، ومعايا بقى فراوله مقطعاها شرايح هزينها بيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وممكن بقى تزيني باي فاكهه تانية مختلفه، ممكن تحطي كيوي، تحطي موز، تحطي مانجا، اي فواكه انت عايزاها تحطيها ممكن تزيني بيها، ويبقى شكلها حلو وطعمها حلو طبعا. والف هنا وشفا. يا ريت تجربوها وتقولي لي رايكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.